صباح الخير. هعمل معاكم النهاردة وصفة فلاحي مصرية أصيلة جدا جدا. أول ما سمعت عنها كنت بصراحة متشوقة جدا ومتحمسة قوي إن أنا أجربها معاكم، علشان من خلال المكونات بس كنت متخيلة الطعم، والحقيقة الطعم طلع كمان فوق ما تخيلت. هعمل معاكم النهاردة الفطير الدماسي. ممكن ناس كتير قوي ما تكونش سامعة عنه زي أنا كده بالظبط، ما كنتش أعرفه لغاية لما حد قالي عليه، وجربته بقى مع جبنة قديمة بالطماطم وكمان قشطة بالعسل، وكان طعمه زي الفطير المشلتت بالظبط. عشان أكون صريحة معاكم، هو طعم الفطير المشلتت خالص جدا كطعم، إنما طبعا كقوام وملمس هو مفهوش توريقة زي الفطير المشلتت، بس الطعم طعم فطير مشلتت خالص. اللي عرفته ان هم بعد ما بيعملوا الفطير المشلتت ما شاء الله عليهم طبعا بيعملوه بكميات وبيستخدموا فيه كمية سمنة كبيرة جدا جدا جدا، فالفطير بيبقى بينز وبيبظ سمنة، فبينزل منه وقت ما بيطلعوه من الفرن كمية سمنة كبيرة قوي. فاللي عرفته منهم ان هم بياخدوا السمنة دي يحطوا عليها شوية دقيق ويحطوا عليها بقى اي حاجة، وطبعا عشان هم عندهم دايما اللبن الرايب متوفر طول السنة وفي اي وقت، فبيقوموا حاطين عليه شوية لبن رايب وكمان شوية ملح ويقوموا خابزينه في الفرن، وبيسموه الفطير الدماسي. لو القصة دي صح اكتبولي في الكومنتس تحت، قولولي اصل الوصفة الحلوة قوي زيكم دي، ويلا على طول نبدأ ونشوف محتاجين ايه. استخدمت في الوصفة 4 كوبايات من الدقيق. ممكن طبعا تضاعفوا المقادير زي ما انتوا عايزين. هننخلهم كويس جدا، وهضيف عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح. الخميرة والبيكنج باودر هنا مش علشان ينفخوه أو يفصل زي العيش العادي، هنا لا، علشان يدوله شوية هشاشة وطراوة علشان ما يبقاش مكتوم معانا. استخدمت الوصفة دي كمان كوباية تقريبا من السمنة السايحة، ومقدار السمنة هنا المفروض يكون تلت كمية الدقيق، يعني هنستخدم مثلا كيلو دقيق يبقى نستخدم 300 جرام من السمنة. الوصفة الأصلية بيعجنوها بلبن رايب زي ما قلت، بس أنا ما كانش عندي فاستخدمت زبادي. الزبادي بالنسبة لي هو اللبن الرايب بالظبط، والزبادي ده انا عاملاه في البيت، فكل حاجه كده كان طعمها جميل جدا. هنعجن لغايه لما نشوف العجينه محتاجه قد ايه. يعني انا مثلا استخدمت كوبايه زبادي، احتجت ان انا احط عليها ربع كوبايه من اللبن علشان العجينه تلم معايا وتبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. هنزود اللبن الرايب او اللبن او حتى لو هتستخدموا ميه بالتدريج لغايه لما العجينه تلم معانا. العجينه المفروض هتكون طريه جدا 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 بسبب طبعا السمنه، يعني هتكون طريه قوي فوق ما تتخيلوا. مجرد ما العجينه تلم ما تنشفوش العجينه عشان العيش ما ينشفش معاكم، خلوها طريه على قد ما تقدروا، يعني زودوها بالسوائل سواء اللبن الرايب او اللبن العادي اللي هتستخدموه على قد ما تقدروا. العيش ده بقى بيتحط عليه في الوش قبل ما يخش الفرن قشطة. متخيلين الطعم يا جماعة؟ سمنة ولبن رايب وبيتحط عليه كمان قشطة، فهو حاجة طعمها حلو جدا جدا. فأنا كمان عملت القشطة في البيت، وكنت عملتها معاكم برضو قبل كده، ممكن أسيب لكم لينك القشطة في أول تعليق تحت. هنبدأ بقى ان احنا بعد ما سيبناه يتخمر او يستريح تقريبا ساعة، نبدأ نفرده مدور بالحجم اللي احنا عايزينه بالسمك اللي احنا عايزينه. هو المفروض ما بيكونش رفيع قوي وبرده ما بيكونش تخين قوي. فردته وحطيت عليه على الوش شوية قشطة كده، وهنفردهم بايدينا، نوزع القشطة بالتساوي على كل حتة في العيش او في الرغيف. وطبعا العيش ده ما ينفعش يتسوى على الطاسة خالص علشان عليه قشطة من فوق، فاحنا لازم نكون مسخنين الفرن كويس جدا، ومسخنين صاجة الفرن كمان كويس قوي، عشان المفروض ما يقعدش كتير في الفرن عشان ما ينشفش. الفرن بتاعنا لو شغال فوق وتحت يبقى كويس جدا، هيسوي العيش ده بطريقة كويسة جدا. طب لو الفرن بتاعنا شغال تحت بس، يبقى نشغل تحت ونحط صاج يكون سخن جدا، هنحط عليه العيش هياخد لون معانا بسرعة جدا من تحت، نقوم مطلعينه فوق. تحت
الشواية هياخد لون معانا حلو قوي، علشان خاطر طبعا القشطة اللي محطوطة من فوق. الفيديو بتاعي خلص، اتمنى ان هو يكون عجبكم. سيبولي في الكومنتس تحت قولولي بتعملوا نوع الفطير ده عندكم في البلد ولا لا، وقولولي كمان اسم البلد او المحافظة اللي انتوا منها، وقولولي القصة بتاعته طلعت صح ولا لا اللي انا حكيتها في الاول، وكمان قولولي بتعملوه بطرق مختلفة تاني ايه. ويا ريت كمان لو تقولولي في الكومنتس على انواع كتير قوي 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 من مئات الانواع العيش اللي عندنا في مصر، لان احنا عندنا انواع كتير جدا، وانا متحمسة ان انا اجربها كلها. وقولوا لي اسمها وكمان قولوا لي طريقتها، وان شاء الله اعملها فيديو قريب. اشوفكم ان شاء الله في وصفة تاني قريب، وباي باي.